غدانا النهارده بقى فراخ مشويه. تبلت كده الفراخ ببشرة بصله وطماطمايه وملح وفلفل وكمون وكزبره، وعصرت عليها ليمونه ومعلقتين خل ومعلقه زيت. وهبتدي بقى كده اغلف الفراخ. عايزه اقولكم ان انا زودت الملح لان انا تبلتها ساعتين بس، فكنت مستعجله عليها ان انا اشويها. جبت كده بقى البصله والطماطمايه والتوابل، وقعدت كده ايه اغرق الفراخ بيها كده وادخلها جوه الجلد. وبعد كده بعد ما تبلتها رحت حطاها في التلاجة، طلعتها بعد ساعتين بقت بالشكل ده. رصيتها على شواية البوتاجاز اللي هي البوتاجاز من فوق، وحطيت عليها بقى ايه البصل والطماطم والتوابل علشان تاخد التيست بتاعها. هعمل رز بالشعرية. جبت الشعرية كده حطيت عليها زيت وسمنة وابتدي ان انا اقلبها، وغسلت كيس رز وحطيت عليه الملح بتاعه. اول ما الشعرية تتحمر هنزل بالرز والملح، وبعدين بالمية المغلية، شيء اساسي عندي في عمايل الرز. وكان عندي بقى فاصوليا من امبارح، انا قلت فراخ مشوية ورز بالشعرية. كان عندي كده طبق بسلة من فاصوليا من امبارح، فقلت ايه خلاص هي كده جبرت، انا مش هعمل بقى ايه اي نوع طبيخ تاني غير لما الفاصوليا دي نخلص عليها. سخنت طبق الفاصوليا، وعايزه اقول لكم الطبيخ لما بيبات بيحلو قوي، مش عارفه ليه. وهنا بقى كده جبت نص كيلو بتنجان ابيض وكام فلفلايه رومي كده، وهنا ليمونتين، وحطيت الثوم. حطيت ثوم وفلفل وملح وفلفل وكمون، وتبلت بيه، ضربته في الخلاط وحمرت البتنجان وتبلته بيه. ده كان غدانا بقى، رز بالشعرية وليمون معصفر وطبق بتنجان من الاخر وفاصوليا وفراخ مشوية. غدا سهل وبسيط، والعيال اتبسطوا قوي بالفراخ المشوية.